السلام عليكم. بسم الله على بركة الله. اليوم غنحضر معكم عصير كيجي رائع دابا من قريب رمضان. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم والله يدخلوا عينو عليكم بالصحه وبالسلامه باش تمنيتوا ان شاء الله. وما تنساوناش من لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء، ولا اول مره تصادفوا مع القناه ديالي ما تنساوش تابوناو معايا. ودابا نوريكم كيفاش كيجي بالكاس بحال هكا. هذا كنهديه لجميع المتتبعين ديالي، الناس القدام والناس الجداد. على بركة الله ندوزو المقادير. عندنا 3 تفاحات، وعندنا حامضة اي ليمونة، و2 لتر تاع الماء، والسكر كيبقى على حسب الذوق. غناخدو دابا الحامضة، كنحاول نحيدو لها هاد القشر بهذا الشكل، بهذه الطريقة كيف كتبان لكم في الصورة. هذا هو الشكل ديالها. ضروري كنحيدو ديك القشر البيضاء باش ما كتعطيش ديك المرورة. صافي بحال هكا. كنبقى بهذه الطريقة. ضروري كنحيدو ديك القشر البيضاء كيف ما قلت لكم، وكنحاول نقطعوها تقطيع عادي دوائر او مربعات. كنحاول نحيدو لها ديك البودور اللي كتكون او الزريعه باش ما تعطيناش واحد المذاق حار او مر. صافي غنحيدو بهذا الشكل، وغناخدو المولينكس او الكاس اللي غنطحنو فيه. صافي غنضيف هاد الحامضه بهذه الطريقه. دابا غنبدا نقشر في التفاح بهذه الطريقه كيف كتبان لكم في الصوره. كنحاول نحيدو ليه ديك القشره. صافي بهذه الطريقه كنحيدو غير ديك الزريعه اللي الوسط. صافي نقطعوها بقى على الطريقه. بعد ما قطعته كنضيفو 4 المعالق تاع السكر، غير باش يحيدوا لينا ديك المذاق ديال الحموضه. ونضيف لتر تاع الماء. كنحاول نطحنو مزيان بهذا الشكل. دابا غنطحنو. صافي كنخليه يطحن مزيان بهذا الشكل. صافي ما تبقاش تبان ليناش القشره، تبان رقيقه. صافي وكناخدو الصفاي وكنحاول نصفي بهذا الشكل. هذا راه كيجي بحال شي مشروب غازي، ما بغيتش نقول لكم الاسم ديالو. كيجي رائع وكيخرج واحد الكميه كبيره. صافي بعد ما صفيتو دابا غناخد القرعه او الكاس وكنحاول نصفيه العصير ديالنا. ودابا غنكب معكم واحد الكاس، وهذا كنهديه لجميع المتتبعين ديالي اللي ديما مسانديني وكيدعموني. وشكرا لكم بزاف. ولا شفتوا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو معايا.